اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده يا حبايب قلبي جالي سؤال: ازاي اخلي جوزي يصالحني وما يعندش معايا؟ طبعا مفيش اي حياة زوجية مفيهاش مشاكل، كل الدنيا فيها مشاكل، بس خليكي ناصحة دايما. مشاكلكم ما تطلعهاش لحد، لا تقولي لامك ولا تقولي لصاحبتك ولا تقولي لاي حد، خلوه بينكم وبين بعض. حساسين غلط فيكي بالراحة، لان احنا زي ما احنا عارفين الراجل بطبيعته عامل زي الطفل، بيجي بترضى بكلمة وبيزعل من كلمة. طبعا هخليكي ناصح على 4 طرق. 1، بعد اي مشكلة مع جوزك ما تبدأيش انك تزعلي وتعاقبيه، انك تغير معاملتك معاه، هتخليه كده يعند اكتر ويرفض انه يصالح ويحترف بالخطأ. بالعكس، تعاملي معاه كأن شيء لم يكن، مفيش اي حاجة خالص. ولو كنت انت غلطانة حضر الطعام واهتم بيه، ونضفي البيت واهتم بنفسك، ورجع للبيت حيويته ونظام، واستمر عادي على روتينك اليوم ولكن في اي حاجة، ان كل ده هيخليه يستغرب ويسأل ايه الهدوء ده. بعد كده دي مش هيتردد انه يبدأ معك في الصلح. تتقبلي اي مبادرة، يعني الرجل في عادته انه مبيعرفش يعبر عن عن مشاعره او ازاي يصالح مراته. في بعض الازواج كده دي، فممكن يطلب كوباية شاي، يقولك حضر الاكل، ممكن يقبلك اي حاجة، ما تنفريش عادي ولكن حاجة حصلت، طالما بدأ بالصلح عادي. 3 حاجة، ما تعنديش، لو جه عشان يصالحك ما تعنديش، وتكوني ما يتقلبش السحر على الساحر. دي برفق، عدي بالراحة، اقبل منه الصلح. 4 حاجة، الشعور بالذنب، حساسين بالطريقة دي. 4 حاجة، الشعور بالذنب، فدايما الطريقة دي اللي بتنفع ومعاتبك ليه بطريقة طفولية. ما تنساش الدلع ليه مفعول سحري على اي ذوق، هو مش هيتردد اصلا انه ما يصالحكيش، اكيد هو يبدأ انه يصالح. وكأنك طفل، ممكن تعاتبيه بنظرة، ابتسامة، او حتى كلمة، وانتظر وشوف النتيجة. وكده انتهت حلقتنا. متنسوش تحطوله لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو في اي مشكلة حطولي في الكومنتات تحت. سلام.